ألف عافية جميعا فردا فردا. مثل ما شرحنا بالفيديو السابق، انه كيف فينا ناخذ صوت من الفاكتوري ونحطه باليوزر وطبعا يكون مستواه مثل اصوات اليوزر. شرحنا والفيديو موجود عندكم على صفحتي واكيد موجود على كمان على اليوتيوب. اليوم راح نشرح انه كيف فينا نحن نعمل صوت او نخلط اصوات ببعضها، او شو الافيات الصحيحه، شو الطرق السليمة لأنه واحد يقدر يعمل أصوات أو يعمل صوت هو يكون دامجه مثل اللوحة. هو رسام بس إنه بيخلط الأحمر مع الأخضر مع الأصفر وبيعمل هيك وبيطلع معه لون جديد. يعني هي شغلة الأصوات شغلة ذوق، بس إضافة لأنه شغلة يعني هي بتجي على ذوق الشخص، هو كيف بحب يعمل الصوت بده إياه، مش على ذوق غيره. بس نفس الوقت ليعمله في أساليب، في طرق بده يتعلمها أو بده يعرفها للأشخاص اللي حابين ما بيعرفوا، او الاشخاص اللي بيعرفوا كمان ممكن يحضروا، ممكن ياخذوا بعض الملاحظات تفيدهم. واحد مثلا بحب هو يعمل اشياء له، اصوات له او شغله خاصه فيه او بنكهه جديده، ما بده يلتجئ للاصوات الموجوده هون. هلا عاده مثل ما خبرنا نحن دائما اليوزر بيكون الاصوات اعلى من اللوكال والفاكتوري، وهذا شرحناه نحن سابقا. طيب شو مشان نعجل شو المفروض نحن نعمل؟ نحن خلينا نسلم جدلا انه انا مثلا بدي اعمل صوت اكورديون جديد. هذا مثلا اكورديون موجود باليوزر انا عامله سابقا. انا بدي اعمل اكورديون يكون شو الطريقه لاعمل مثلا صوت اكورديون صحيح او مثل ما انا بحب، وشو لازم اعمل، شو الخطوات. اول كل شيء نحن ما فينا ناخذ ولا صوت من اليوزر نشتغل عليه، لانه مثل ما بتعرفوا الافكت بيكون معدل خالص او نازل خالص موجود، يعني بكون محضر، احنا ما بدنا افكت. هو الميكسر تيونينج بيبقى شاغلين فيه وغيره وغيره. نحن بدنا شيء بيور، بدنا شيء مش ملعوب في شيء نهائيا. هلا نحن مسايبنا عم نشتغل هلا على البي اي، قبل على الفور اكس، يوم اشتغلنا على 600، هو ذاته 700، نفس الطريقه بالفور اكس، نفس الطريقه بالالف اللي هي نسحب من الفاكتوري او من اللوكال ونحطه نفس الطريقه، يعني كله مثل بعضه، البي اي كله نفس الشيء. طب اول شغله انا بعملها هون، بفوت انا على الساوند اديت عاده، يعني بفوت مثلا شو بدي اختار، طبعا مثلا بفوت على الساوند اديت، نحن نسمع الاصوات الاساسيه تاعت الاورج من الفاكتوري. مثلا نحن في مجموعه اصوات، خلينا نفوت على الاكورديون مثلا. وهن اوريدي بيكون موجودين. يمكن يكون عندك انت، اذا كان عندك الصوت ويف او يعني عندك سامبل يعني او ويف، فيك انت بدك حابب تعمل منه اصوات كمان فيك. هذا الموضوع بنحكي عنه لاحقا، كيف بنسحب الويف او كيف نعمل لود للسامبلينج وغيره. خلينا نحن نفوت بس هلا بالتفاصيل. هذا مثلا هذا خلينا نسمعه، انا اللي بيعجبني بدي اعمل منه اصوات. قلت لكم ذوقي اكثر. طيب خلينا انا مثلا اخترت اول اكورديون، انا اعطي مثال، بنقول له كوبي اند بيست، بقول لك وين بدك تحطه، بتقول له انا بدي احطه باليوزر. باليوزر بدنا ننقي محل فاضي. طيب اوكي عظيم، هذا محل فاضي حطيناه هون. اوكي هذا هو الاكورديون. نرجع نطلع من الساوند اديت، بنروح على ستايل بلاي. عظيم. من شو بنعمل؟ اول خطوه بدنا نختار، دائما بدنا نختار صوت بيانو. خلينا نشوف وين البيانو موجود. خلينا الكتريك بيانو، هذا الصوت. طيب بنطفي، ودائما في عندك ابر 1 ابر 2 ابر 3، هول اللي فيك تدمج فيهم ثلاث اصوات اضافه لللور، هذه لوحدها. يعني انت بتختار شو بدك تحط هون على الكوردات. نحن بنطفي بنختار اول واحد، وين نحن حطيناه على اليوزر 1، هذا هو. بنقول له هذا اول اكورديون. اوكي شو بنعمل ليطلع الاكورديون اجمل؟ بدنا ندمجه بنفس الخامه بكذا ابر 1 ابر 2 ابر 3. نرجع بنروح نفس الموضوع، اليوزر نرجع بنختاره، نرجع نفعلها من الميوت، بنخليه شغال، نرجع كمان يوزر. هلا صار عندنا نحن ثلاث اكورديونات مع بعضهم بعدنا ما اشتغلنا بالافكت وبالليفل وغيره وغيره. طيب هون محطوطين كلهم 127 عالية، بنحطهم كلهم 127. الخطوة الأولى نرجع بنروح على الميكسر تيونينج، سند اف اكس اللي هي دايت الريفيرب دايت الافكت، يعني بنحاول نخليهم كلهم على النص، هولي كلهم على النص. اوكي نتاكد انه مفتوحين الابر 1 ابر 2 ابر 3. نرجع بنروح على الاكيو جين، نتاكد انه الاكيو جين مش ملعوب فيه نهائيا، يكون كله على النص. بنروح على تيونينج، نطلع انه محطوطين ناقص اوكتاف، نحن ما بدنا اياه ناقص، بنخليهم 0 0 0. هون ساعتها بقى نشتغل شغلنا نحن اللي هو ذوقنا. طيب فينا اول واحد مثلا نعمله بلس، شو بصير عنا؟ يلي انا اوكي حبيت. طب خلينا نجرب ناقص واحد، اللي كمان حلو.
بقول لك طيب مثل ما بدك، فينا نعمل 1 بلس 1 ماينس، شو بصير عندنا؟ قال لي ما حبيته، بقول لك مثل ما بدك، قلت لي حبيته هيك. طيب اخر واحد على الابر 3 بدنا نعمله ماينس افتراضا. انا حبيته هيك، اوكي. نرجع على المنيو، بنروح على الافكت مثل ما قلت لكم على اف اكس بي اللي هي للاصوات، الاي للايقاعات. بنطلع انه هون محطوط ريفرب، هون محطوط الاس تي جرافيك اللي قلت لكم عنه اللي هو اللي بيعمل باور عاده. طيب بنفعل هاي، بنحطها على 50 اللي هي حل وسط يعني. نرجع بنروح على الريفرب، سموث ريفرب اللي هو قلت لكم انا عاده بفضله عن غيره. نقول له اوبن هون لحظه شوي، ليه ما فتح هيدا؟ اوكي. من هون بنروح على تعودت على الفور اكس انا، بنروح على الماستر ريفرب، بنحطه على 4 مثل ما قلت لكم. هيدا سموث هول ريفرب، هذا كثير مهم. ما بنلعب بالهاي ولا بنلعب بالدراي ولا بنلعب باي شيء تفاصيل، بس ولا بنلعب بالديلي، بنخليه على 60، بنحط 4، بنرجع بنروح هون مثل ما قلت لكم. هيدي بنرفعها على الاخر، بنرفعها على 18 ونص، وهيدي بنرفعها على 8 ونص. هي 8 ونص وهي 17 ونص، وهون بنحطها على 5 مثل ما قلنا، وهي بنحطها على 5 وهي بنحطها على 5. هاي بنحطها 8 ونص 7، هي 8 ونص وهي 17 ونص. 17 ونص عظيم. اوكي برجع بنروح على الريفرب. تمام، هاي بنحطها هون على على 30، او فينا نعملها 50 اذا بدنا، ما في مشكل. خلينا نجرب. فرق من السما للارض يعني، نحن تركناه على خامته، بس ليك كيف صار. وين الاكورديون اللي كنا نجربه؟ ليك حتى قرار عظيم. هذا عملناه من الاورج، لا نزلنا ولا شفنا ولا طلعنا ولا بعدنا من الاورج يعني، بعدنا مثل ما بيقولوا من مثل ما بيقولوا زيتاتنا بدقيقنا يعني، بعدنا من ما عملنا شيء. بس كل ما هنالك استخدمنا شوي التقنيه اللي بالاورج، وشويه لمسه بالافكت، وشويه تفاصيل تكون مدروسه مش عشوائيه. هلا انا برايي هلا صار الصوت رائع جدا. فينا هون نفوت نعمل له رايت شو اسمه بيرفورمانس، رايت بيرفورمانس. هون فينا بدل الالكتريك بيانو مثلا نكتب اكورديون مثلا، نسميه اكس، شو بدك، اكورديون اكس باسمك تعمله بدك، بتقول له اوكي. بقول لك وين بدك تخليه، وين بدك، لانه نحن اخذنا الالكتريك بيانو وين بدنا نحطه مثلا. بتقول له انا بدي محل فاضي، بتختار محل فاضي، بتقول له بدي اياه هون، بتقول له اوكي يس. طيب عظيم. هلا وين صار الاكورديون؟ صار هون. خلينا نسمع الاكورديون اللي انا عامله سابقا او غيره. روح على اللي انا عملته. هلا بتلاقيه انت شوي اعلى من رفقاته. فينا نوطي هون 3 مع بعض بينزلوا. كيف 3 مع بعض بنعملها؟ نحن بالفوليوم هون في عندنا الابر فوليوم لينك، هذه اذا كانت مش مفعله بتتحكم كل واحد لوحده، اذا كانت مفعله بتتحكم الكل مع بعضهم. لاحظوا فينا نوطيه شوي، بنرجع بنقول له رايت. بهالطريقه صار خالص الصوت، ولا اسهل من هيك. وفينا نعمل اورجن مثل بعضهم، فينا نعمل ساكسوفون، فينا نعمل بيانويات، فينا نحط بدل مثلا الريفرب مثلا بدنا ديلاي. اجمل ديلاي بكل الموجودين اللي هو صحيح اسمه ليميتر ام تي ديلاي، هو انجح واحد بكل الديلايات الموجودين، هو ليميتر ديلاي. لما نستخدمه دائما نترك كل شيء مزبوط، بس بنعمل شيء اسمه فيدباك. هذا البلس 20 بنحطه على 40، ما بنعمل شيء فقط، بس بنروح على الفيدباك بنحطه 40 نطلع. وهيدا الويت هون بدنا نحطها على 20. خلينا نسمع لما نحط ديلاي. لاحظوا الديلاي في يعمل الترداد الصحيح. فينا نزيد، فينا تقول لي انا بدي اياه اكثر، بقول لك حطه على 50، شو المشكله؟ تختار مثل ما بدك انت الافكت. تقول لي بدي احط انا فلانجر، حط بدك اياه، تقول له بتقول بس خلص تقول له رايت. بس انا حبيت الريفر اكثر. يعطيكم الف عافيه جميعا.